السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل رجال المدينة اللي انضموا للقناة. القناة ما كملتش 3 شهور ودلوقتي تخطينا ال700 مشترك، وده شيء بصراحة أنا ما كنتش متوقعه. لما نزلت الفيديو الأول قلت يمكن تبقى مجرد تجربة وتعدي، لكن بدعمكم وكلامكم لقيت نفسي مكمل، ومش لوحدي، لقيتكم معايا وفي طريق واحد. القناة دي مش معمولة عشان نجمع مشاهدات، احنا هنا بنبني مجتمع يساعد بعضه، وعمري ما هطلب من حد لايك ولا اشتراك، لأن الكلمة اللي بتطلع من القلب بتوصل للي محتاج يسمعها. ومن هنا خلوني أدخل في موضوع حلقتنا النهاردة. بعد ما نزلنا حلقة الثروة البلدي جالي تعليق من الأستاذ ياسر عبد المعطي بيسأل عن شجرة ثنائية الأغراض، وكمان على جروب القناة جالنا اقتراح إن مصدات الرياح تكون ليمون ونخيل، أو ليمون وتين شوكي، أو ليمون وسدر. قلت في نفسي الله، وليه لأ؟ لازم نفتح الموضوع ده سوا ونشوف إيه اللي ينفعنا في أرض سعال ويكون ثنائي الأغراض زي ما قال الأستاذ ياسر. تعالوا نبدأ باقتراح اللي جالنا على القناة. نبدأ بالنخيل. هل ينفع يبقى مصدر رياح؟ بصراحة النخل منظر وبهجة، لكن كسور رياح، الرياح بتعدي ما بين سعفه وكأنه مش موجود. ومع البحث ملقتش حد معتمد عليه كمصدر رياح أساسي. لكن لو جبنا نخل صعيدي يتحمل برد سعال ولا ساعات الشتاء، يبقى كسبنا بلح بعد كام سنة. يعني النخل مش وحش، لكن ما ينفعش كمصدر رياح أساسي. طيب لو النخل مش كافي، نجرب نروح لاختيار تاني، التين الشوكي. نروح دلوقتي للتين الشوكي، الراجل الغلبان. بصراحة النبات ده أنا بعتبره البطل الصامت، يتزرع في أرض فقيرة يعيش، وفي أرض غنية يديك خير فوق الخير، وما بيطلبش كتير وبيتحمل العطش. ولو عملت منه صفين جنب بعض هتلاقيه عامل سور حي فعلا، يوقف التراب ويمنع المواشي ويحمي أرضك، وفوق كل ده محصوله مطلوب والناس بتحبه. لكن كسور رياح عالية لأ، ما ينفعش. لازم نبقى واضحين، التين الشوكي مش السور اللي يصد الريح من فوق، هو حارس أرضي واقف زي الجندي على أول الخط، يعني وجوده إضافة قوية. لكن مش هو المصدر الرياح اللي تعتمد عليه. الخلاصة التين الشوكي حارس، ما ينفعش كمصدر رياح أساسي. خلونا ننتقل لواحدة من الأشجار الناس كتير بتحبها وتزرعها، الليمون. الشجرة اللي الكل بيحبها، مش بس عشان طعمها وريحتها، لكن كمان لأنها بتديك محصول مطلوب طول السنة. شجرة مثمرة، ورقها كثيف وأخضر طول السنة دايما، يعني تحس إنها بتحيي المكان. لكن الليمون محتاج رعاية أكتر من غيره، وحماية من الصقيع. كمان ارتفاعه في حدود 3 متر، يعني برضه زيه زي التين الشوكي، مصد سفلي، ما ينفعش تعتمد عليه لوحده كمصد أساسي. طب وبعدين الرياح العالية مين اللي هيصدها؟ هنا يجي الحل. الحل بسيط، ازرع صف ثروي بلدي هيكسر الرياح العالية، بعد منه صف ليمون يكمل كسور سفلي ويحمي الأرض. ساعتها الرياح تلاقي نفسها محاصرة، أرضك في أمان وانت كسبت محصول محترم. الخلاصة من الكلام، النخل لا يصلح كمصد أساسي، التين الشوكي ممتاز كسياج سفلي، الليمون ممتاز لكن غير كافي لوحده. والتركيبة اللي شايفها دهب، ثرو بلدي قدام في اتجاه الريح السائد، وراه ليمون حوالين الأرض كلها، كده ضربت عصفورين بحجر، حماية للأرض ومحصول مضمون طول السنة. الثرو يحمي والليمون يغني. وبكده يا جماعة نكون فعلا وصلنا لفكرة الشجرة ثنائية الأغراض اللي الأستاذ ياسر عبد المعطي سأل عنها. الثرو والليمون مع بعض، واحد يحمي من الرياح والتاني يديك محصول طول السنة. يعني مش بس زرعنا مصدر رياح، لأ، زرعنا حماية ومعاها دخل. وده فعلا نموذج عملي للشجرة ثنائية الأغراض. وطبعا يا جماعة لازم نبقى فاهمين إن مفيش شجرة سحرية تدينا كل حاجة لوحدها، إنما الذكاء إننا نختار تركيبة شجر تحقق الهدف، واحدة تحمي والتانية تدي محصول. ودلوقتي عايز أسمع منكم، إيه مصدر الرياح اللي شايفينه أنسب للتجمع اللي انتوا فيه أو أرض وادي سعال؟ زي ما المهندس عبد الله داوود كلمني من النهايات وقال أنا مش هزرع ثرو بلدي عشان غالي، أنا خلاص جمعت تقاوي الجزورين وهزرع جزورين. والمهندس عبد الله لسه ما استلمش أرضه، لكن من دلوقتي شغال ومرتب خطواته. ربنا يبارك له ويطرح في وقته البركة. اكتبوا رأيكم في التعليقات،
ممكن الحلقة الجاية تكون من فكرتكم زي ما عملنا النهاردة. احنا مش بنتفرج، احنا بنتشاور وبنتشارك. وخليك فاكر، احنا مش قناة مشاهدات، رجل من أقصى المدينة. سلام عليكم.